عارفة الإحساس ده؟ إن حد مشي من حياتك وسابك بأسئلة أكتر من إجابات، وجع، غضب، وكرامة مجروحة. وأول سؤال بيجي في بالك هو إزاي أخليه يندم؟ قبل ما نبدأ خليني أقولك حاجة مهمة جدا. الندم حقيقي مش بيجي من انتقام، ولا من الرسائل الطويلة، ولا من إنك تثبتي إن أنت اتوجعتي. الندم حقيقي بيجي من غيابك وقيمتك وتغييرك. أول حاجة، احنا ليه اصلا عايزينه يندم؟ خلينا نكون صريحين مع بعض. احنا مش عايزينه يندم عشان احنا عايزينه يندم عشان احساس الظلم اللي جوانا، عشان سابك فجأة، عشان قلل منك او مشي من غير تفسير. فالندم هنا محاولة لا شعورية علشان نرجع كرامتنا، مش عشان نرجعه هو مش مهم. واول خطوة صحية، اعترف باحساسك من غير ما تحكمي نفسك عليه. تاني حاجة عايزة أكلمكم عنها، حاجات اوعي تعمليها عشان تخليه يندم. لو عملتي حاجات دي صدقيني مش هيحس بالندم، بل بالعكس هيحس إن هو صح وانتصر عليكي لما سابك. طب إيه هي الحاجات دي يا دكتور؟ أول حاجة، ما تبعتلهوش رسائل طويلة تقعدي بقى تسأليه هو ليه عمل كده، أو تبرري موقف أنت مش غلطانة فيه أصلا. تاني حاجة، ما تراقبيش الحساب بتاعه على السوشيال ميديا، ما تقعديش بقى تخشي تشوفي نزل ايه. تالت حاجة، ما تشتكيش الناس وهو سامع، ما تقعديش تقولي هو سابني ليه، عملت له ايه. رابع حاجة، ما تحاوليش تثيري غيرته بطريقة مفتعلة، يعني ما تكونش سايبك يوم الخميس ونلاقيكي يوم الجمعة اتخطبتي، ده اكيد الموضوع فيه مفتعل موت يعني. خامس حاجة، ما تعتذريش على حاجة انتي مش غلطانة فيها اصلا. الحاجات دي كلها بتقوله من غير اي كلام انا لسه واقفه مكاني بعيط عليك. حاجه كمان عايزه اكلمكم عنها، هو ازاي فعلا هخليه يندم. خلينا نخش في المهم على طول. اول خطوه، اختفي باحترام، مش بلوك هستيري. مش كل ساعه نحوش بلوك نفتح بلوك، نحوش بلوك نفتح بلوك، ولا تجاهل عدواني. لو بتشتغلوا مع بعض في نفس المكان، مش اول ما تشوفيه في اي طرقه في اي مكان تبص بقرف وتجري، لكن هدوء، غياب نظيف، من غير دوشة، من غير ما تحكي كل حد قد ايه ندل وزبالة. غياب هادي بيخلي الشخص يراجع نفسه مش يهرب اكتر. تاني خطوة، اشتغلي على نفسك بجد، مش تمثيل، مش عشان تثبتي له حاجة، لكن عشان ترجعي لنفسك صح. صحتك النفسية، شغلك وطموحك، شكلك بيديكي انتي. اكتر حاجة بتوجع اللي ساب ان بيشوفك احسن من غيره، بتحرق قوي يا جماعه. بيحس ان هو كان مرجعك ورا، وبيحس هو قد ايه قليل. تالت خطوه، ما تستنيش اعتذار ولا تبرير، اي انتظار بيربطك بيه اكتر. لما توقفي استني وتكملي حياتك، هو بيبدا يحس بالخساره صح. رابع خطوه، خلي قيمتك اعلى من انك تشرحي للي سابك كان شايف قيمتك، بس اختار يتجاهلها. الندم حقيقي لما يكتشف ان يفرط فيه مش سهل يتعوض. طب يا دكتور، لو طلع جبلة او ما بيندمش؟ بصي، دي اهم حاجة في الحلقة، لاني لو ما ندمش ده معناه انك مش قليلة، ده معناه ان فعلا كسبت نفسك، وانه ما يستاهلش النسخة الجديدة منك. اكبر انتصار مش ان حد يندم، لكن انك توصلي لمرحلة ان ندمه ما يبقاش يفرق، وانه اقل كتير من طموحاتك. الخلاصة، اللي سابك خد قرار، بس انتي خدت الدرس. وخلي بالك مش كل يمشي بيكون خسارة، في ناس ماشياها رحمة. لو الحلقة دي لمستك اكتبيلي في الكومنتات ايه اكتر جملة وجعتك بعد الفراق. لو حابة سلسلة عن التعافي بعد الانفصال قوليلي في التعليقات. بس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك، ولو استفدت منه شاركيه مع أصحابك. سلام.